ايش التفصيل اللي عندك اللي انت ما تتفق فيه؟ فعلا في مستوى متراجع طبعا، لكن ما يوصل ترى انه مرحله إيه. الشك في الفريق. يعني شوف، التراجع تراجع فيها إدارة أزمة يجب أن تتم. نعم، إدارة أزمة يجب أن تتم. أي. لكن ضد خطاب الإغراق في خطاب التشكيك والخوف والتراجع والسقوط وارتفاع العاطفة الشديدة جدا. ترى هذا قراءة المشهد الجماهيري اللي صار بعد مباراة طبعا الفتح. إيه. أنا أتكلم من الزاوية هذه. طبعا في خطاب كان يمهد للحالة هذه، كان يبني من أجل الوصول للحالة هذه. وقعوا مع رونالدو، خلاص خلنا مع أول هزيمة والأول خروج نبدأ في الهجوم عليهم. شوفوا رغم الملايين، كل العالم دافع ملايين. تشيلسي 600 مليون يورو طلع، 600 مليون يورو، ما عاد لا يصل مليار يورو. الأندية الأخرى كلها تدفع، الرواتب عالية، الضخ موجود، ما في أحد ما يدفع. صحيح أنه أغلى لاعب في العالم الآن يلعب في النصر، هذه متفقين عليها، لكن قلناها هنا. رونالدو مو بسوبر هيرو بيجيك كابتن ماجد بيطير ويجيبها ويروح، لا، لاعب ضمن مجموعة. طيب، النصر خرج من السوبر، والسوبر عادي يخرج من الفريق عادي. قبل سنتين ما أخذها مرتين، وقبل 3 سنين الهلال خرج من الفيحاء، الاتحاد خرج العام مدري مين بكأس الملك من الطائي. يعني تحدث للفرق الكبيرة أن تخرج. يعني ليست نهاية المطاف، ولا يجب أن يكون الهجوم حاد بهذا الشكل. جت مباراة الفتح رغم ما فيها نعم عند المدرب بعض الملاحظات من قبل الجماهير، من قبل الفنيين. صحيح في عناصر متراجع أدائها في داخل الملعب، صحيح في عناصر أصلا شلون تلعب موجودة، يعني ضعيفة هزيلة ما تقدر تواكب اللعب. نجي عند الحملة الشرسة اللي على غارسيا، وأنه يكتب وما يكتب. شوف، هذا واحد من مؤثرين ما يسمى نفسه. طبعا شوف، أكبر خطأ كارثي وقعت فيه إدارة مسلي هو رعبها وخوفها من المؤثرين في تويتر، ولا جابت غارسيا إلا بمطالباتهم هم عشان تسكتهم. ولا صرح مسلي أمس، غرد أمس وقال ترى أنا جبت كل شيء يوم أغلقت الفترة الشتوية، يوم غرد وقال كل شيء وترى بخيارات المدرب، إلا يبغى يتقي شر هؤلاء. اي بس بيقول لك مسلي لو مثلا يتفرج عليك مسلي بيقول من وين جبت المعلومه هذه؟ كيف عرفت ان انا ما سويت الموضوع هذا الا عشان تعرف معلومه؟ يعني حكي من الهواء. أنا رجل أكرف كل يوم ب 12 ساعة أقرأ وأكتب وأشتغل وأروح وجهي. يعني معلومه. حسن ابو عبد الله لو قال أنا حتى لو انها هي معلومه، قراءتي انا في النهايه هي قراءتي انا. يبغى يرد هو يتفضل، له حق الرد في التلفزيون وفي تويتر وفي حسابه وفي اللي يبي. نعم. وانا اقدر ابو عبد الله واحترمه، وانا اقول هذا من محبه. وقعت في خطا كارثي يا ابو عبد الله يوم انك ارتميت في احضان المؤثرين ما يسمون بهوامير تويتر والخوف منهم، وجبت لهم المدرب اللي يبون وعلى طلبهم، ووضعت الكرة في ملعبهم وملعب. أنا بقول لك واحد أمس من اللي يصنف نفسه من المؤثرين وسناب ومع النصر وحصري ورسمي وخبر، شان حملة على المدرب شرسة، ما غير يكتب وما غير يكتب. تدري وش طلع وراء الموضوع؟ وش طلع؟ دخل المدرب يوم في غرفة الجيم في حقة العضلات وهو يصور اللعيبة أخوياه، قال المدرب من أنت؟ إيش جابك؟ برا. نفس الشخص هذا. أيوه. طال عمرك سناب في الليل، سناب في النهار، سناب في الصبح، سناب في العصر، والمدرب يكتب. المدرب يكتب بيكتب مدرب. ثم يعني قاد مجاميع المساكين الواقعين تحت التضليل، الغالبيه الجماهيريه اللي واقعه تحت التضليل، اللي ما هم يعني اللي ما عندهم معلومه. انا اقول مساكين، مهم مساكين قدرا، لكن ما عنده معلومه، وفي اقاصير المملكه العربيه السعوديه، ويتابع هذا الشخص ويظن هذا الشخص كل يوم عند الباص وعند الباب وعند الغرفه ومع اللاعب الفلاني في المطعم الفلاني، قالوا الخبر عنده. فيقعون جماهير كثير تضليل. تصل إلى عمق القضية، لا، طارده المدرب من غرفة العضلة الحديد، فقلب عليه هجمة. هذه كارثة كبرى في النصر. لا تعطون اللي ما ينعطى وجه. قلتها لمسلي وأقولها 1000 مرة وأقول على الهواء، لا تعطي اللي ما ينعطى وجه. بيوم بيجيبونك كذا بيودونك كذا. الآن النصر فيه شبه أزمة في أداء اللاعبين، في أداء المدرب. أدري الأزمة بشكل جيد، فقط أنت رئيس مجلس إدارة، لديك مجلس إدارة جيد، لديك إدارة فريق جيدة، لديك مدير رياضي جيد. اجلسوا أديروا الأزمة، شوفوا وين الخلل، شوفوا وش اللعيبة وش مشاكلهم. في أزمة. في أزمة، فبالتالي الشك يصبح طبيعي. طيب شوف، أنا أتكلم ترى بشكل عام في ظل المعطيات. في ظل المعطيات، لا، في ظل ردود الأفعال. لما تصير أنت تنافس على دوري نفسه طويل. لا ما هي كذا. والوضع أنت عندك تعثر في 4 مباريات متتالية. ما هي من هذه الزاوية. أنا أتكلم من زاوية أصبح الآن فيه طغيان في التعاطي الجماهيري. حلو. وهجوم على المدرب وعلى اللعيبه، فهذه تعتبر لدى الاداره ازمه. تمام. تجلس، هذه بالنسبه للاداره ازمه، تجلس مجلس الاداره زين
اداره ازمه حقيقيه مع المجموعه. تشوف المدرب، تشوف المدير الرياضي، تشوف مدير الفريق، تشوف اللعيبه. طيب. تجلس تناقش الموضوع بعمق، تجلس فيه بصدق مع المدرب. هذا لا يمنع انه ما في لعيبه انهم عندهم تراجع في مستواهم حاد. يعني ما هي فقط مدرب. يعني سلطان الغنامي اذا ما لعب بيتي انا ماني بلاعب. يا اخوي انت تلعب للنصر ما تلعب البيتي. يعني اذا تحرك اذا بيقول بيتي ما يتحرك معي، انا وشلون؟ من يوم راح مرابط انا ما اقدر اتحرك. هذه كلها معلومات الحين يا اخي انا قاعد حسيب للهواء. طيب بس انا عشان اكدها انا اطلع راس شيء من راسي. يلا قول. هذه معلومات. ليه يا سلطان؟ ليه انت تلعب للنصر، تلعب لاسمك، تلعب للشعار اللي انت فيه. بيتي واقف ما يلعب ما يجري ما يغطي، انت تلعب. المسؤوليه عليك كبرى، لاعب كبير، كابتن كبير، نجم منتخب، المسؤوليه عليك كبرى. اذا نام الارجنتيني تنام انت، توقف تقول والله انا ما لي علاقه، ليش ما يمشي معي، ليش ما يغطي معي؟ ما هو منطق ابدا، ما هو منطق. بعدين تعال سلطان هذا شو اسمه نجعي لعب فينا في التيك توك، عنده خيام غير وراه. شفت التيك توك والتيك توك ومقاطع واغاني سامي النجعي وصدات سامي، العب كوره فكنا من صداتك وتيك توكك وناس اللي تصورك 24 ساعه وتصدق الفيلم انت. اثنين عبد الله العمري حبيبنا قلب دفاع ولاعب منتخب، صدق انه دون جوان في تويتر في التيك توك، اغاني ويدخلون بحساب بنات يا عبودي يا حبيبي وصوره واغاني. دخل ما عاد يلعب في المباراه، كنا داخل الافينيو ولا مباراه تلعب، ما عليك من الكلام ده كله والبربره دي كلها، هكون يلعبون عليك حقين التيك توك. في لعيبه ما ادري شلون، عبد الله الخيبري يا حبيبي هذا يخلص من المباراه يروح طيب. يروح لا دقيقه اصبر. يروح طال عمرك الكافي حقه ذا وازياء وشعور ويجي المباراه ما يعرف يعدي ما يعرف. لا هذول كوارث، كوارث. يا ناس تلعب صح كوره، يا تقدر الشعار اللي انت تلعبه. تعال يا جامي يا اخي، ايش السرحان وايش النوم؟ لا قلنا عودنا عليك كثير وقلنا لاعب، في احد يناظر كذا كوره؟ ابوك الكوره تتحرك هنا وهنا، تحركها. في ضعاف شديدين جدا. يحتاج الموضوع الى جلسه. يا اخي جوستافو بكى بعد مباراه الفتح او الاتحاد. تدري ليش بكى جوستافو في غرفه؟ قال انا يوم كان الكلام قالوا انه مع المدرب هاوش، قال كيف تدخلون الى غرفه الملابس دون ان تذهبون الى الجماهير وتعتذرون منهم ونصفق ويصفقون كيف كل واحد بعد الهزيمه طالع رايح للغرفه عادي ويلبس ويمشي. تقول كيف عشتوا هذا؟ كيف تتعاملون؟ هذا لاعب عظيم جايك من بايرن ميونخ وخاض تجارب عظيمه مع منتخب البرازيل وحقق الشامبيونز ليج مع البايرن. دقيقه رونالدو، لا بجيك انا ما دام الموضوع ينفتح. رونالدو قال ترى انا حققت كل شيء حققته. جلس معهم قال انا حققت كل شيء، لكن ابغى احقق معكم، ابغى احقق مع النصر، ابغى احقق شيء لهذا النادي اللي انا العب له. يجيني حق التيك توك والتيك توك سلطان، قصات طيب. وسبعات وخمسات وسلاسل وكافيهات وتيك توك واغاني. صدق سامي النجعي انه لاعب يعني يقول شفت شلون اعطيته رونالدو؟ ابكى العب طول المباراه وانت ما تقدر ترفع رجلينك زي الناس، لا لياقه لا اداء لا شيء. سلطان الغنام الله يجعل ابوك في الجنه، نقدر تماما حالتك الاجتماعيه وانك تبغى تزوج وتبغى تدور بيت وانه بيتي قدامك ما يتحرك، بس هذه كل الجماهير ما لها علاقه، كل الجماهير ما لها علاقه. الجماهير تبغى ناس تلعب في الكوره زي الناس. اثنين يا اخي فكونا من حقين الجيم وما الجيم ذول يتسربون للجمات، واذا زعل عليهم المدرب يضحك عليه. طيب هيج الجماهير وقال ان المدرب يكتب، لا عاد يدخل الجيم هذا، لا عاد يجي عند حق العضلات ولا عاد يكتب ولا عاد يصور ولا يجي عند البساط. يا مسلي احم نفسك من هؤلاء اللي حولك قاعدين كل هذه الاراء من اجل ان يشتهرون في التيك توك وفي السناب وفي تويتر، والله لا عليهم من النصر ولا جاب اخبره. كل هذه الاراء تمثل تركي السهلي، كل اراءه ومعلومات اللي هو يدلي بها من البيت النصراني تخص تركي السهلي اللي هم حق الرد فيها جميعهم.